إن شاء الله النهاردة هنعمل تسالي العيد بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل الترمس والحمص والفول مع دقة طعمها حلو قوي. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. طبعا هنقيهم ونغسلهم كويس جدا، وهنقعهم في مية من 4 ل5 ساعات، ويفضل من بالليل للصبح. وأول حجمهم بيتضاعف بيكون بالشكل دوت، بصفي المية ديت وبضيف لهم مية من الحنفية، وابدأ ان انا ارفعهم على النار بدون اي اضافات. واول ما يخشوا في مرحلة السوى لازم اضغط كده على الترمس. شايفين القشرة بتطلع؟ يبقى كده تسويتها صح. ما تسيبوش يتهرب معاكي بسرعة علشان لسه هيقعد معاكي في التلاجة. وابدأ برضو الفول نفس الحكاية. انا هنا ما قلتش الفول، انا سلقته معاملة الترمس والحمص، بيبقى طعمه برضو حلو قوي. واما اجي اضغط عليه بيكون بالشكل ده. وبرضو الحمص، طبعًا الحمص أقل حاجة في التسوية، يعني ما بياخدش سوا كتير، فخلّي بالنا من الحمص بالذات إن هو ما بيقعدش ياما على النار. هابدأ أجهّز الدقة. باجيب لتر من المَيّة، مَيّة لازم تكون مغلية ومبردينها، ما ينفعش أجيب مَيّة من الحنفية عشان ما يعمليش الطبقة البيضا اللي على الوش. فلازم المَيّة تكون مَيّة سخنة مبردينها. طبعًا بتضبّطي الملح بتاعِك. أنا حطيت هنا حوالي 4 معالق صغيرين. هاضيف عليهم معلقة كبيرة من الكمون. وهاضيف عليهم معلقة كبيرة من الشطة، طبعًا بتدّيها طعم حلو أوي. لو حابة تستخدميها استخدميها. باضيف لها ليمونة، عصرة ليمونة كبيرة، ومعلقة كبيرة من البابريكا بتدّيها لون وطعم حلو أوي. باقلّبهم كويس جدًا، وباضيفهم بقى، تكوني جايبة أي برطمانات نضيفة، وبتبدئي إن أنتِ تحطّي فيها الفول والترمس والحمص، وتنزلي كده بالدقة بتاعتهم، وهاغطّيهم ولازم يخشوا التلاجة، ما ينفعش إن أنا أسيبهم برّه. ووقت الاستخدام باطلّع منهم وباستخدمها. ما فيش أسهل ولا أبسط من كده. طبعًا الدقة دي والتتبيلة دي حلوة جدًا زي ما أنتم شايفين، البابريكا عاطية لون حلو أوي، ولسه لمّا بتقعد في الخلطة معاها بتدّيها بتشرب يعني الحبوب كلّها بتشرب من التتبيلة، بتبقى طعمها حلو أوي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصل لكم كل جديد. سهل وبسيط، وما خدش مننا وقت خالص، وكل عام وحضراتكم بخير وبالهنا والشفا.